التقطت الكاميرات ردة فعل نجم فرنسا كيليان امبابي على ضياع ركلة جزاء انجلترا الثانية عبر هاري كين في لقاء البلدين بربع نهائي المونديال، وفازت فرنسا بهدفين مقابل هدف على انجلترا، وعبرت لنصف النهائي في مباراة شهدت ركلتي جزاء للأسود الثلاثة، وسجل كين الأولى وأضاع الثانية. وأظهرت الإعادات كيف كان امبابي متوترا في البداية عند احتساب الركلة واعترض على الحكم، ثم جلس في منتصف الميدان وحيدا بقلق ينتظر التنفيذ. وعند ضياع ركلة الجزاء انفجر امبابي ضاحكا، الأمر الذي لم يعجب صحف وجماهير إنجلترا، إذ اعتبرت ديلي ميل النجم الفرنسي الشاب يسخر من بلادها وقائد الفريق كين. وعلى غير العادة لم يسجل أو يصنع امبابي في اللقاء ضد إنجلترا، وعانى للتحرر من القيود التي فرضها اللاعبون الإنجليز على تحركاته بأرضية الملعب.